في علم النفس لما شخص يقلل منك ويقولك انت فاشل، انت ما بتفهمش حاجة، انت ملكش لازمة، انت شكلك وحش، احب اقولك ان مفيش حاجة في علم النفس بتثبت ان الكلام ده تقليل منك وانت الوحيد اللي بتشوفه تقليل. علم النفس بيثبت ان الشخص ده لما يقولك كلام زي كده يبقى هو عنده مشكلة، فلو انت خدت الكلام ده على انه تقليل دي حاجة بتاعتك، لكن في الحقيقة كلام الشخص ده بيعكس شخصيته ومشاكله النفسية. فين الدليل ان الكلام ده قلل منك؟ هل لما هو قالك حاجة من دي انت نقصت حتة؟ هل لما هو قالك انت ما بتفهمش عقلك نقص حتة وبقى اقل من عقله؟ لا، يبقى كل اللي حصل في مشاعرك انت، انك اتأثرت بكلامه، ولما اتأثرت بكلامه واعتبرته تقليل وده غلط بقيت بترد عليه على ان هو قلل منك، فالرد بيطلع غلط وبيطلع ضعيف وبيطلع ان انت اتضايقت. لكن لو خدتها ان هو عنده مشكلة هتقوله انت كويس؟ واضح ان انت عندك مشكلة. طب احكيلي عامل ايه في شغلك، يمكن المشكلة هنا، بحاول اساعدك. حد ضايقك او قالك كلمة ضايقتك وانا اجيب لك حقك؟ هيقولك لا مفيش حاجة. قوله اصلك بتقول ان انا فاشل مع ان انت دايما عينك عليا وبتبقى عايز تكون زيي، وانا بشجعك على حاجة زي كده وبقولك لا انت عشان تكون زيي لازم تعلى وتحاول تعمل كذا وكذا وكذا، وبشجعك على ده جدا. فمعنى كده دلوقتي ان في حاجة مضايقاك. العب بعقله، طلعه شخص متناقض، طلعه شخص منافق بيبقى باصص عليك وشايفك بتنجح وعايز يكون زيك، او شايفك بتلبس حلو وعايز يكون زيك، وبعد كده يقولك انت لبسك وحش قوي، انت كذا كذا. طلع كل العيوب فيه، وانت بتطلع العيوب دي كلها انت عامل نفسك بتنصحه، بس انت وريته مراية لمشاكله النفسية وقللت منه. قوله لو انت عندك نقص في حتة معينة احنا ممكن نساعدك. لازم تفهم ان كلام الشخص اللي قدامك بيعكس شخصيته وتربيته. يعني لو في حد في الشارع فتح مطوة عليك مرة واحدة، ده مش معناها ان انت فيك مشكلة، ده معناها ان هو بيعكس تربيته، ان هو متربي في الشارع، يعني المشكلة في تربيته هو. لو انا دلوقتي جيت قلتلك انت شعرك وحش، طب ما تخلينا نسأل السؤال الأهم، هو ليه أنا أقول حاجة زي كده حتى لو هو وحش فعلا، إلا لو أنا عندي مشكلة إن في حد كان بيقول لي الكلمة دي زمان كل شوية، أو إن أنا عندي نقص في حتة إن أنا شايفة إن شعري وحش ومش واثقة منه، فبالتالي بحاول أعوض النقص ده إن أنا أطلع أي حد قدامي إن هو شعره وحش. فأنت اللي بتحدد إذا كان الكلام ده